السلام عليكم ورحمة الله. هنقرأ بإذن الله تعالى للإمام يعقوب الإمام التاسع في الأئمة العشرة من طريق الدرة المضية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الإمام يعقوب روى عنه الإمامين رويس وروح. الإمام رويس بيقرأ بالسين الخالصة في الصراط والصراط وحيثما وقعت في القرآن الكريم، زي الإمام قنبل. يعني مثلا الموضع بتاع سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما، برضو بيقرأوا بالسين. وأي صراط والصراط في القرآن الكريم يقرأها بالإيه؟ بالسين. أما الإمام روح فيقرأ بالصاد الخالصة. نعطف الإمام روح: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا الإمام يعقوب ليه خصوصية في ضمة الهاء. أي هاء ضمير وكل هاء ضمير قبلها ياء ساكنة بشرط إن هي تكون مثنى أو جمع وليست مفردة، فإن الإمام يعقوب بيضم الإيه؟ بيضم الهاء. زي مثلا إليهم، عليهما، صياصيهم، فيهما. والإمام يعقوب بيكون أوسع من الإمام حمزة، لأن الإمام حمزة بيضم الهاء في 3 كلمات بس، اللي هم عليهم، إليهم، لديهم. لكن الإمام يعقوب بيضم أي هاء ضمير قبلها ياء ساكنة جاءت مثنى أو جمع. عندي هنا ما بين السور وبعضها عندي 3 أوجه. إما إني هسكت السكت برهة قليلة بدون تنفس، أو إن أنا هصل، أو إن أنا هبسمل. وطبعا البسملة ليها فيها 3 أوجه: قطع الجميع، وصل الجميع، قطع الأول، وصل الثاني بالثالث. أنا هكتفي بوجه واحد بس وهو البسملة. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الإمام يعقوب يقصر المنفصل قولا واحدا وبيوسط المتصل. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الإمام رويس بيسهل الهمزة الثانية في همزة القطع المتتاليتين في كلمة واحدة بدون إدخال، يعني بيقول أنذرتهم، أئنا، أنزل. أما الإمام روح فبيحجج الهمزات زي زي الإمام حفص. هنعطف الإمام روح: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون
الإمام رويس يقرأ بالإشمام في كلمة قيل، بيقولها إزاي؟ بيقول قيل وإذا قيل لهم. أما الإمام روح بيقرأ بالكسرة. نعطف الإمام روح: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. طيب أنا دلوقتي لو هوصل السفهاء بألا، دلوقتي أنا عندي همزتين متتاليتين متحركتين في كلمتين منفصلتين، هنعمل إيه بقى؟ إحنا قلنا إن الإمام يعقوب أصله الإمام إيه؟ أبي عمرو البصري، وإن الإمام أبي عمرو البصري من أهل سما، وإن أهل سما إذا اختلفت الهمزات في الحركة اتفق أهل سما، بيتفقوا على إيه؟ بيتفقوا إنه إذا تقدمت الفتحة تسهلت، وإذا تأخرت الفتحة تبدلت، وإذا غابت الفتحة جاز الوجهان. هنا الفتحة إيه؟ تأخرت، جت في الإيه؟ في التاني، في الموضع التاني مش في الموضع الأول. يبقى هنعمل إيه؟ هنعمل إبدال حرف مد خالص من جنس حركة ما قبلها اللي هو الواو. هنقول قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الإمام رويس بيميل كلمة الكافرين، أما الإمام روح فلا يميل. والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الإمام رويس بيعمل إدغام في لذهب بسمعهم. طبعا الإدغام بخلف عنه، يعني له إن هو يدغم وله إن هو إيه لا يدغم. فهنجيب الوجه الثاني للإمام روح ومعاه الوجه الثاني لإيه لرويس. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم.